السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي القناة، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مده ما حطيتش معكم شي فيديو، عاد كتاب اليوم ان شاء الله. اولا بغيت نبارك لكم العواشر، كنقول لكم مبروك عواشركم، يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه وطول العمر وما تمنيتو يا ربي امين. وكما كتشوفوا معايا الوصفه ديال اليوم سهله وبسيطه، غادي اكيد تحتاجوها لرمضان ان شاء الله. نخليكم مع الطريقه والمراحل كما هذا، وفرجه ممتعه ان شاء الله. وان شاء الله غادي نحضروا البوراك التركي، كيكون برقه الفيلو وكنستعملوا فيه الفيتا، هذه راه موجوده مع كميه من القزبر والمعدنوس كيكونوا مقطعين، كتكون كميه شويه زايده. غادي نحتاجوا في المقادير عندنا كما قلت لكم الورقه ديال الفيلو اللي هي هذه راه متواجده. كنحتاجوا هنايا الزبده، غادي نضيف معها شويه تاع الزيت، انا نسيت ما جبتوش. كنضيف معها كميه من الزيت بهذا الشكل، تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت. صافي كنحتاجوا لواحد الصلصه اللي فيها عندنا معلقه كبيره ديال دانون او ياغورت طبيعي، او تقدروا ديروا الكريمه اللي كتكون هكذا، نص كاس ديال الحليب، وعندنا واحد البيضه. هنايا الحشو كنحتاجوا شويه ديال البزار. الحشو عندنا كما قلت لكم القزبر والمعدنوس مقطعين، يكونوا طريين، من الاحسن يكونوا طريين، وعندنا الفرomاج ديال الفيتا. والتزيين كنحتاجوا للزنجلان. بسم الله نبداو. هنايا الفيتا ديالي غير واحد الفرشيطه كنفركسها بهذا الشكل، هي راه في الساعه كتفتت بهذا الشكل. كنضيف لها هذه الكميه ديال القزبر والمعدنوس كما قلت لكم كتكون بالزايده. هنايا كما شفتوا معايا درت زلافه صغيره بهذا الشكل. صافي كنخلط الكل مزيان وكنخليهم على جنب. كنحضروا الصلصه اللي باش غادي ندهنوا الورقه ديالنا. كنضيفوا لها الحليب، يعني كنخلطوا جميع المقادير. المعلقه الكبيره ديال دانون او ياغورت وشويه ديال البزار. ما كنضيفوش الملح لحقاش الفيتا كما كنعرفوها كتكون مالحه. صافي وغادي نخلط الكل. هنايا كنحتاجوا الورقه ديال الفيلو، غادي نديو 3 ديال الورقات بهذا الشكل، كنخليهم على جنب. وهذا اللي بقى لنا كنجمعوه باش ما كتنشفناش الورقه، كنخليه على جنب. هنايا غادي بين كل ورقه وورقه غادي ندهن بهذيك الزبده والزيت اللي انايا كنت خلطتهم من قبل. كما شفتوا معايا تبقى الاولى دهنتها، الزوجه دهنتها، وهذه الثالثه حتى هي كندهنوها. كنشدوا الفرماج ديالنا وكنديروه في واحد الطرف بهذا الشكل هكذا. صافي كنبرموه هكذا، نحاولوا نوصلوا حتى للقنت، يكون عندنا كيف كي من هنا كي من هنا، يعني ماشي بجهه عامره وجهه لا، بهذا الشكل. صافي وكنبقى غاديه وانايا كنلوي في الورقه ديالي بهذا الشكل. هنايا سمحوا لي نسيت ما درناش الخليط ديال البيض والحليب ديالنا اللي كنا درنا.
كندهنوا هكا الورقه ديالنا مزيان. عاد نرجعوا نلويو الورقه ديالنا، كندهنوها مزيان بهذا البيض مع الحليب هكذا. من بعد غادي نرجعوا نلويوها كما قلت لكم على هذا الشكل هكذا. صافي هنايا بعد ما كملت غادي نقسمها على زوج، ومن بعد نقسمها على زوج، يعني كنقسموها على 4 بهذا الشكل صافي. وكنحطوها في الصحن اللي غادي يدخل الفرن، ونبقاو مكملين بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا كنوليو ندهنوا لها الوجه ديالها بالزيت اللي مخلط مع الزبده بهذا الشكل. الكميه اللي عطيتكم كتخرج لكم 12 ديال القطعه من هادو كبار، الا قطعتهم صغار هم غادي يخرجوا لكم هكذا. من بعد كنرش الوجه بالزنجلان صافي، ندخلها للفران شاعل على 170 حتى 180 درجه، كندخلوها حتى كتحمر وكطيب. وهذا هو الشكل ديال المورقات ديالنا. كما شفتوا معايا طريقه سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، ودائما كنقول لكم كونوا في الموعد، مازال كاين الجديد والجديد. مع السلامه.